ازاي اقدم على بطولات المدارس 2025؟ اول حاجه هتقولك ازاي تقدم على البطوله، ميعاد البطوله بتمشي ازاي تقدم عليها. بتقدم عليها بالكارنيه بتاع الاتحاد بتاعك او كارنيه المنطقه بتاع السنه الجديده تاخده من الكابتن بتاعك وتقول له عشان انا داخل بطوله المدارس. واكيد الكابتن بتاعك بيكون معاك وبيجهزك، بس اول مرحله منها ما بيكونش معاك. بتقدم بصوره شهاده الحزام، بياخدوا حزام بني وحزام اسود. تمام، بتقدم بصوره شهاده الحزام وبتقدم بالكارنيه بتاعك، وغالبا بيبقى صورتين شخصيه. بتروح بتديله الورق ده وهو بيقدم لك، مدرس التربيه الرياضيه بتاعك بتديله الورق وهو بيقوم مقدم لك على طول. وبعد ما المدرس بتاع التربية الرياضية بتاعك بيقدم لك في الورق، بتبلغ مدربك بالميعاد. أول حاجة أول حاجة بتلعب على مستوى الإدارة بتاعتك. أنت في إدارة غرب، إدارة شرق، الكلام ده كله. تاني حاجة بتتصاعد وتلعب على مستوى المحافظة. تالت حاجة بتتصاعد وتلعب على مستوى الجمهورية. هقول لك اللي حصل السنة اللي فاتت لعبنا على مستوى الإدارة. تمام. اللعيب بس اللي بيروح، ومدرس التربية الرياضية بتاعه بيلعب دور أو اتنين، بس غالبا بيبقى دور. وبياخدوا أحسن ناس بيصعدوها لمستوى المحافظة. مستوى المحافظة ده لعبناها في طوخ. تمام، طوخ في محافظة القليوبية. أنا بتكلم على محافظة القليوبية وبتكلم على رياضة الكاراتيه اللي متابعني. تالت حاجة تالت حاجة لعبنا اللي هي بطولة الجمهورية في المعادي في المركز الأولمبي. لعبنا بطولة الجمهورية في المعادي في المركز الأولمبي. أول حاجة لعبنا على مستوى الإدارة اللي هو بتبقى في مدارس. تاني حاجة بتروح مدرسة في طوخ. تمام. تالت حاجة لعبوا السنة اللي فاتت على مستوى الإدارة. بعدين لعبوا على مستوى المحافظة. بعدين تالت حاجة لعبوا على مستوى الجمهورية، كانت في المركز الأولمبي في المعادي. بس مستوى الإدارة بتلعب دور. تمام. مستوى المحافظة بتلعب من دورين لتلاتة ممكن. والجمهورية بتصفي بقى لغاية ما بتطلع من أول أو تاني أو تالت. بتبقى مفيدة جدا اللي هم تالتة ثانوي بياخدوا الحافز الرياضي 3% أو 5%. بس فأتمنى تدور على حقك وتروح المدرسة بتاعتك وتدي المدرس التربية الرياضية بتاعك. غالبا بيبقى ابتدائي واعدادي كاتا، وثانوي كوميتيه. تمام. بس السنه اللي فاتت عملوا اعدادي كوميتيه بره. انا بكلمك على السنه اللي فاتت، والشروط كل سنه بتتغير. فانت لازم تكون بس حزام بني، وتكون مقيد السنه دي في النادي بتاعك، وهتديله الاوراق المطلوبه وهو باذن الله هيخلص لك كل حاجه. بطولة المدارس بتبقى الأسبوع الجاي الأسبوع اللي وراه، يعني بيبقى أسبوعين على مستوى الإدارة عشان ما المحافظة، عشان كل الإدارات تصفي. فبالتالي ينزلوا بقى بيعلنوا على مستوى المحافظة يعني أنت لو بتلعب على مستوى القليوبية هيناديلك بقى ويبلغك على مستوى القليوبية ويقول لك هتروحوا كلكم تتوجهوا في إيه، فهتصفي مع محافظة القليوبية كلها. تمام. بعد ما تصفي على محافظة القليوبية هتروح تلعب على مستوى الجمهورية، يعني هيجيلك على مستوى الجمهورية مستوى المحافظات كلها هيجولك ويلعبوك في المركز الأولمبي في المعادي. ممكن يغير المكان، ممكن يكون في استاد القاهرة، ممكن تكون في اي حته، فممكن تكون في مدرسه. فبالتوفيق ليك ان شاء الله. باذن الله تكون بطل جمهوريه، وبالتوفيق لكل ابطال الثانويه العامه. مهم جدا 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 بطوله المدارس دي ليكوا عشان الحافز الرياضي بتاعكم. بالتوفيق ان شاء الله. سلام عليكم. كده اكون رديت على سؤال